شو قصة العائلة السورية اللي ورثت السيدة الألمانية؟ بعض الشائعات حكت إنه المبلغ هو 40 مليون يورو، وبعض الحكايات بتروي إنه المبلغ هو 400 مليون يورو، وبعض الروايات بتحكي إنها هي عبارة عن 4 مليار. كثرت الشائعات والقصص والحكاية والروايات عن هي العائلة. للأمانة صار في عندي فضول كتير كبير، حتى تواصلت مع ناس قريبين من هدول العائلة وفهمت القصة بأدق تفاصيلها. راح أحكي لكم إياها بأدق التفاصيل ومن ناس موثوقين، وإن شاء الله راح تسمعوا هو الخبر الصحيح والقصة الصحيحة للعائلة السورية اللي اجت من إدلب أو محافظة إدلب السورية ولجأت إلى ألمانيا إلى قرية أعتقد كانوا بيسموها بايرن. بغض النظر عن اسم القرية وعن التفاصيل البسيطة ما بتهمنا، كان هناك في قرية اسمها بايرن في ألمانيا، وكان في هناك عجوز ألمانية عايشة في بيت مستقل. البيت عبارة عن طابقين. فأحد العوائل اللي لجأوا لهي القرية اللي هم سكانها كلهم كبار في السن، يعني 50 و60 و70 سنة. فهي العائلة أو هي الأسرة التجأت لأحد البيوت وجلست في الآجار، وكانت بتدفع آجار 650 يورو. الشقة أو البيت كان عبارة عن طابقين، الطابق اللي تحت بتسكن فيه العجوز، والطابق اللي فوق بتسكن فيه العائلة السورية المكونة من 5 أفراد، الأب والأم وطفلتين صغار وطفل صغير ولد في ألمانيا. اللي صار وبكل اختصار أنه هي العائلة صار في علاقة من الود والاجتماعية بينها وبين السيدة التركية، لدرجة انه السيدة الألمانية، انا اخذ علي التركية، السيدة الألمانية كانت تهتم فيهم اهتمام عالي جدا، حتى كانت تمشيهم كل امورهم بالنسبة لموضوع الترجمة، التسجيل في المنظمات، تعلم اللغة، تعلم الكورسات، اي مكان بيوجب الذهاب له للتسجيل على مساعدات او التسجيل على منظمة حكومية او حتى اجراءات او اوراق لازم يمشوها، كانت هي السيدة تساعدهم. بيوم من الايام السيدة هي بتمرض وبتتعب، وهون بتبدأ القصة. بعد مرض السيدة قامت هي العائلة في بدء رد الجميل والاهتمام فيها والاهتمام في المواعيد، حتى الرجال اللي كان يروح على الشغل بطل يروح على الشغل ببعض الأيام أو ما عاد يروح على الشغل في بعض الأيام بسبب اهتمامه بهي السيدة. حتى في بعض الأيام اللي يجوا فيها الطبيب على البيت أو مثلا يحتاجوا أن ياخذوا السيدة هذا على المستشفى، كان ما يروح على العمل ويهتم فيها هي السيدة. المختصر المفيد، بعد فترة مع الأسف السيدة بتتوفى. لكن بعد ما تتوفى شخص مثل هذا أو شخص غني مثل هذا، طبعا هم ما كانوا يعرفوها أنها غنية، لكن شخص غني مثل هذا بيكون في عنده شخص مهتم بأعماله أو محامي مهتم في أعماله. فالإنسانة هي كان في عندها محامي ماسك لها كل الشغل. هذا المحامي بعد وفاتها قام بإرسال رسائل نصية لكل الناس اللي كانوا مستأجرين من عندها. واحد من الناس المستأجرين من عندها هو الشخص اللي كان ساكن معاه بنفس البيت. فالرسالة بتحتوي على نص انك انت لازم تراجع مكتب المحاماة لأسباب خاصة. طبعا بعد ما اجته هي الرسالة لهذا الشخص السوري اللي حكينا عنه اللي اجى من محافظة إدلب بعام 2014، حكى بينه وبين حاله اني انا دفعت الآجار قبل كم يوم، بنفس الوقت انا ما عندي اي شيء بيربطني معها بوثائق رسمية، يعني انا كنت ادفع الآجار نقد في اليد، فما عندي اي وثيقه اقدمها للمحامي، فكيف حروح لعنده؟ المهم مرد على المحامي بعد يوم يومين رجع اتصل عليه مره ثانيه، قال له انت لازم تجي لعندنا على المكتب. رجع طنش هذا الاخ، طنش مع خوف، يعني هو مش عدم مبالاه، لا هو خوف. عجب انا ايش عامل؟ اذا رجع طالب مني الاجار انا ما عندي ادفع له الاجار مره ثانيه، لانه الفلوس اللي عندي يا دوب تكفيني ادفع مبلغ بسيط للاجار والاكل والشرب، ايضا عم حاول اوفر انا كل شهر مبلغ وقدره $100، طبعا مش دولار هو يورو، فعم بيحاول يوفر مبلغ 100 يورو عشان يبعته لوالدته في سوريا. فحكى بينه وبين نفسه اذا انا هذا المحامي راح ادفع له المبلغ 650 يورو مره ثانيه، طبعا عم بيفكر هو بخوف ما حقدر ابعت ال 100 يورو لوالدتي في سوريا. ثالث مره او رابع مره رجع اتصل عليه المحامي وحكى له انت لازم تحضر الى المكتب وبسرعة قصوى وضروري جدا، يرجى الالتزام في الموعد. هذا الشخص فكر بينه وبين حاله اذا انا بروح على المكتب المحاماة ويطلب مني الاجار مرة ثانية، انا يعني بأسوأ الاحتمالات راح اعطيه الفلوس اللي معاي، لكن قبل كل شيء انا لازم ابعت ال 100 يورو لوالدتي. وهذا كان احد الاسباب انه تطلع له حظ او جائزة
او يعني زي ما بيحكوا رضا الوالدين. بعت ال 100 يورو لاهله في سوريا وراح على مكتب المحاماه. طبعا هون خبروا المحامي انه في اوراق رسميه تركتها العجوز التركيه اللي انتم كنتوا ساكنين معها، هي الاوراق انا ما فيني افتحها، لازم روح مع بعض الى كاتب العدل او النوتر تنفتح هناك بشكل رسمي. فسالوا للمحامي ايش الموضوع، ايش القصه؟ قال له انا الاجار اللي عندي دفعته، لكن مع الاسف ما عندي اثباتات بتحكي اني انا دفعت الاجار. فحكى له الموضوع مش مثل ما انت مفكر، خلينا ناخذ موعد ونروح على كاتب العدل، لكن لما تجي انت على كاتب العدل لازم تحضر معك زوجتك واطفالك. فحكى له اوكي، اتفقوا على موعد وراحوا على كاتب العدل. مثل ما حكينا راحوا على كاتب العدل مع العائله كامله. هون طبعا المرأة دائما عندها خوف على زوجها، خوف على أطفالها، مباشر لما دخلت بدأت في الدفاع. فحكت له لكاتب العدل يا سيدي انه نحن دفعنا الاجارات وما عندنا اي مستحق، غير هيك العلاقه كانت طيبه بيننا وبين العجوز وبشكل عالي جدا، يعني كنا عايشين مع بعض مثل الاسره، حتى بالايام الاخيره اللي كانت في حاجه الى حدا يرعاها نحن كنا عم نراعيها مثل اطفالها او مثل اولادها، كنا مع بعض عايشين مثل أسرة واحدة، فنحن ما عندنا أي مستحقات، وكل ما هنالك إنه نحن كنا ندفع الآجار نقدا، فما عندنا الإمكانية إيش إنه ندفع الآجار مرة ثانية. فهون الموظف أو الحاكم الموجود في كاتب العدل أو بيسموه بالنوتر حكى شو عم تحكي هذا، يعني شو هو الموضوع اللي عم تحكي عليه، فمش فاهمان شيء. فحكى لها رجاء ما حدا يحكي حتى أنا أبدأ في الكلام. حكى لهم إنه السيدة أو العجوز تركت وراها ظرف أو رسالة أو وصية ما فينا نفتحها إلا بوجودكم وبوجود المحامي المختص، أيضا مع وجود حصرا مترجم محلف. فالرجال حكى له إنه أنا بعرف اللغة الألمانية ما عندي أي مشكلة. حكى له لا، الوصية بتحكي إنه لازم يكون في رجل أو شخص محلف، مترجم محلف. بعد وجود الأطراف كاملة، المحامي، الحاكم، أطراف العائلة والمترجم المحلف، قاموا بفتح الأوراق، وكانت المفاجأة أنها كاتبة وصية بقيمة 40 مليون يورو. 40 مليون يورو كاتبتها وصية لهي العائلة السورية. طبعا تم تقسيمها حسب الوصية ما مكتوب على أطراف العائلة بالتساوي، يعني الأب والأم، طفلتين وطفل. طبعا الطفل الأخير حسب ما تم ذكره أنه تم ولادته في ألمانيا. فهون للأمانة الناس انصدمت، أو القاضي أو المحامي أو المترجم حتى هم مش مستوعبين الموضوع، انه شو عم بيصير، تنكتب لنا او تطلع لنا ورثه من هي السيده بقيمه 40 مليون يورو، مبلغ كثير كبير. فقاضي هو عم يقرا الرساله والرجال عم يرتجف انه انا شو عم يصير معي. ايضا كتبت بالرساله بعد كتابه الوصيه او بعد ما كتابه الورثه: انا ضحيت السنوات الماضيه عشان ابني اللي اختفى او اللي فقدته قبل 10 سنوات، ما بعرف وينه. مع الاسف انه نحن من عائله غنيه جدا، هي الرساله المكتوبه في الوصيه، مع الاسف انه نحن من عائله غنيه جدا، وبحكم المال الموجود عندنا اطفالنا مش بحاجه الى فلوس، كل شيء مربى او كل شيء بيحتاجوا واصل لهم. هي احد الاسباب اللي خلتني افقد ابني. لما جيتوا انتم بال 2014 ابتدت الحياه عندي وبدات احس بطعم الحياه، وخصوصا لما بدأنا نتعود على بعض، ولما بدأنا نشعر، ولما بدأنا نعامل مع بعض اننا كأسرة واحدة. اللي لفت نظري في الفترة الأخيرة انه انتم كنتوا تتعاملوا معي اني كوالدكم او واحدة من الأسرة عنكم، وهذا أكثر شيء أثر فيني. بالبداية كنت حس او كان يجيني وهم انه هذا موضوع خداع. هي احد الاسباب اني كنت ورجيكم اني انا شخص عادي وما معي فلوس. كنت عم بحاول اسوي لكم كثير من الاختبارات، لكن اثبتوا لي انكم اشخاص مش ماديين ابدا، واللي كنتوا عم تتعاملوا معه او كنتوا عم بتعاملوني بطريقة انسانية فقط عشاني شخصيا. حسستوني اني انساني، تمنيت اعيش معكم اكثر، لكن مع الاسف لو انتم عم تقرأوا رسالتي فهي رسالتي بعد وفاتي. انا سعيدة جدا لاني بعرفكم ولاني صادقت ناس منكم. هذا المبلغ يعتبر بسيط جدا جانب الواجب الانساني اللي عملتوه. هي الكلمات اللي كتبتها العجوز الالمانية لا هي العائلة السورية. انا الشيء اللي وصلني من هي الرسالة واللي اثرت علي شخصيا انه ابنك ثروة لازم تحافظ عليها. حياكم الله جميعا.